براندات القطن المصري مهمه جدا لمحلك. هنقول لك ان رأفت صيام في المحله الكبرى موفرين كل براندات القطن المصري اللي انتوا بتدوروا عليها. كل البراندات هتلاقوها موجوده عند رأفت صيام، خصوصا فرع المحله الكبرى. بدايه ايه؟ مبشره. بص ماشي نبدا دخول في التفاصيل بشكل سريع. مصنع كساب هنوريكم على قد ما نقدر البراندات اللي موجوده للقطن المصري او الدخل المصري، براند كده، ونوريكم دول او اتنين من كل براند. مصنع كساب. بدايه معانا مصنع كساب. طيب بص يا سيدي، مصنع كساب صانع قطن انطلقت في شركه رأفت صيام انطلاقه سريعه جدا. ما شاء الله جدا. طبعا الدخول في عالم الملابس الداخليه بيكون امر صعب. ليه؟ انت النهارده مش هتعرف تقنع المستهلك ان هو يغير نمط لبسه. بالك بقى مش الخارجي الداخلي. حلو. فانت عشان تقنعه بتقول له جرب. الحمد لله الناس جربت معانا مصنع كساب. مصنع كساب خد ثقه كبيره جدا. طبعا زي ما انت شايف الفانيلا بتاعته نسخه طبق الاصل من اي فانيلا من اي مصنع مشهور، اي براند يعني. سعر اعلى مقارنه بسعره المنخفض عنه. يبقى سعر وجوده في نفس الوقت. بالظبط. عندك طبعا الوان فانيلا بتاعته، الالوان فانيلا الابيض، الشورت الالوان، الشورت الابيض. عندك كمان الاطقم بتاعته مقاسات رجالي بس ولا في منها رجالي واطفال؟ عندك رجالي، عندك اطفالي، اطقم كامله وفانيلات فردانيه. تشكيله مميز ما شاء الله. بنصح بيه اي حد ان هو يشتغل فيه، حتى لو يجرب علبه زي دي كده. علبه زي دي كده مش هتخسر معاك. علبه 6 قطع، علبه 6 قطع. دي نص دست يعني حاجه بسيطه، يعني حاجه بسيطه خالص عشان خاطر تجرب الشغل فيه. والنهارده يا جماعه لو انت ما اشتغلتش في حاجه جديده او في حاجه تقدر تدخل لك دخل جديد هتفضل محلك سر. التجديد مطلوب واساسي. ماشي. وده اول براند معانا النهارده براند كساب. عندك طبعا اللي بعد مصنع فيولا. طبعا مصنع فيولا مصنع جديد قطنيات، قدم نمط شبه الدباغ شويه. تمام. باديهات يعني باديهات وشغل وحاجات زي كده. طبعا عندك منه الحريمي، عندك منه الاطفالي. يعني في حريمي وفي منه اطفال. عندك زي ده كده الموديل اللي هو الحماله الجوبير. طبعا مصنع فيولا النهارده مهمه جدا. القطعه دي طبعا اساسي لكل عروسه النهارده يا جماعه. الموديلات اللي زي ديت سواء بقى الحماله العريضه، الجوبير، الساده، الحاجات اللي زي كده اساسيه معاكي. او الباديهات داخلي، الحماله، السبورت، كله اساسي معاكي. هتلاقي موجود معاك. في منه برضه نص رأفت موجود منه تشكيلات كبيره جدا. انا بقول لك حماله ساده، حماله جوبير، عندك كم، عندك نص، عندك تشكيل مختلف، تشكيل كامل، عندك حماله عريضه. في حاجات كتيره منه مقاسات صغيره اطفال ولا ايه؟ موجود منه مقاسات صغيره اطفال وتقوم بقى كامله. اطقم كامله اطفال. اطقم كامله اطفال. مصنع فيولا. وعندك منه رجالي خلي بالك، بس هنعرضه في قسم الرجال. ماشي. يبقى احنا كده شفنا براندين. شفنا معاكم كساب، وده تاني مصنع معانا او براند فيولا من القطنيات المصريه. خش على اللي بعده. بص يا سيدي، ركزوا معانا الفيديو ده. احنا بنكلمكم منين؟ طبعا شركه رأفت صيام 3 ام للجمله. ده فرع المحله الكبرى الدور الثاني، قسم الداخلي المصري والمستورد في الدور الثاني كامل موجود هنا في رأفت صيام. مصنع OTS غني عن التعريف. طبعا اتكلمنا عنه كتير. طبعا تشكيله اطفال طبعا واطفال وحريمي ورجالي. فانيلا برضه حماله مقاسات خاصه. بس قطعه احنا عايزين نشوف قطعه في اي حاجه انت عايزها، او طقم مثلا اطفال. ماشي، هات لنا حاجه اطفال. يلا عندك الطقم الاطفال البناتي. يبقى احنا بنوريكم من كل براند قطعه تحسوا بانتوا معانا في التفاصيل بتاعه المنتج. ده تالت براند اوتس. طبعا هنا الطقم حلو قوي، جاي بلوجو مطبوع كده زي ما انت شايف كده. طبعا حماله رفيعه. مصنع اوتس من الناس اللي بتهتم قوي بالتشطيب. بص الفينش، بصوا التفاصيل بتاعته. ما تلاقيش بقى حته اعلى من حته او ناقصه من هنا. لا، اصل الشورت مش نفس مقاس الفانيلا. لا، الناس دي بتهتم بالتفاصيل. حتى الاستك بتاعهم زي ما انت شايف كده ايه، استك محترم. هنا برضو مهما بقى الطفل او اللي بيستخدمه يهلك فيه، ده شغل حكومه يعني بمعنى صح. اساسي. ده شغل يعني مظبوط زي كتاب ما بيقول. بالظبط كده. ماشي كده بيضاء. براند اوتس اولادي رجالي. عندك طبعا كمان حريمي ومنه باديهات برضو اللي شفناها. نفس بص النهارده يعتبر المصانع بتعمل اساسيات في عالم الملابس الداخليه. زي ما انا عرضت لك في فيولا كده شغل اللي هو الحريمي الباديهات. ممكن برضو ناخد فكره عن شغل اوتس برضو اللي هو ايه، البادي الحماله الجوبير وكم ونص كم بالوانه بتفاصيله. بالظبط. هنا بقى الباكج مختلف شويه مع جوده برضو، عشان خاطر وانت جاي عايز تشكل بضاعتك يبقى انت عارف انك جاي هتاخد نفس البند ده اهو، بس من مصانع كتير. يبقى عندك حاجه اسمها تشكيل على الاقل. النهارده العميله لو ما اقتنعتش بالمصنع ده فانت عندك من نفس المنتج مصنع واثنين وثلاثه. ده شيء مميز على فكره. حلو، مثال صغير خالص. ماشي، خش على براند اللي بعده. بص يا سيدي، برضو تكمله للشغل كنا اتكلمنا قبل كده في الشغل الجيمات والكلام اللي زي ده. طبعا مصنع روتانا ما بيقدمش بنطلون بس يا جماعه، بيقدم حاجات كتيره جدا. عندك البرمودات، الليجينات، عندك حتى البوديهات، الالوان اللي انت عايزاها، الالوان اللي انت حباها في اي مناسبه، في اي حاجه محتاجاها في عالم الليكرا
هتلاقوه موجود. طبعا شغل مصنع روتانا من زمان، هو عايش معانا في شركه رأفت صيام وحتى الكرسيات كمان، يعني كمان مش بس على قد الجينات والباديهات ده ما شاء الله عليه بيعمل شغل اساسي، شغل محترم جدا. وطبعا عقبال ما تشتري عقبال يعني ما تفتح محل ان شاء الله باذن الله لازم هديك فرشه كامله منه، مفيش موديل فيه مش مهم. فعلا المصانع المميزه جدا اللي هتلاقي فيها تنوع وكمان مطلوبه طول الوقت هو مصنع روتانا. فندم بيعمل لك جميع الموديلات اللي بيشتغل فيها في عالم السيمنز هتلاقيها موجوده، ملابس داخليه، باديهات، برمودات، بناطيل، لجينات، شورات، حاجات كتيره جدا اساسيه، وكمان سعره مميز كمان. يعني من ضمن بتتكلم في سعر، بتتكلم في جوده، وبتتكلم في اسم كبير. طبعا بتتكلم في اسم كبير لازم يشتغل معاك، ده اجباري. طبعا ده احنا بنتكلم كده بسرعه عشوائيه عن الشغل. برضو من ضمن الشغل اللي عندك هتلاقي في ايه؟ بصوا ده، بص يا سيدي، اوليف، شغل اوليف ده كاشات. طبعا الصيف هنقعد نتكلم عنه كموسم اللي احنا فيه. طبعا الصيف مشكلته ان هو حر جدا، فمحتاج حاجات تكون ايه؟ حنينه وكمان تديك طراوه وجوده. يعني الناس اللي عايزه كاشات بصوره. بصوا يا جماعه، الناس اللي بتدور على الحاجات اللي سعرها حلو، الترندات. طبعا مصنع من الترندات، الناس اللي محتاجه شغل يكون سعره وسط بجنب خامه عاليه جدا. طبعا مفيش غير مصنع اوليف، ومش هقعد اتكلم فيه كتير عشان خاطر قعدتنا فيها تبقى مجروحه. طبعا موجود الكاشات اوليف بكل تفاصيله، كاشاته وبيجاماته موجوده هنا في رأفت صيام. على فكره الكاشات منها نوعين، الطويل عندك الطويل وعندك القصير. بصوا الطويل والقصير بالالوان بدرجاته بمقاساته. طبعا الطويل ما شاء الله خلي بالك ما بيقعدش، فاكرين احنا بنستهلك فيه على طول. ده اظن كمان مقاسات بيج سايز موجوده فيها رأفت، يعني لحد البيج سايز كمان تقدروا تاخدوه من كاشات اوليف. وده برضك من القطنيات المصريه الاساسيه في محلكم. كاش طويل ما شاء الله، سعر منافس، حته جميله، حته ناعمه جدا، وكمان سعرها منافس جدا. جميل. النهارده ماشي. انت بتشكل على حسب العميل اللي قدامك، فالنهارده لازم تكسب ذوق جميع الاطراف، مستويات المعيشه للناس كلها. طبعا تكمله خش على سوبر زيتون. سوبر زيتون احنا اتكلمنا عن القمصان الطويله والقصيره، بس نحب ان احنا نعرضها كمان بمقاسات خاصه في مصنع زيتون. ملابس داخليه كمان صح؟ تعالوا نشوف. بس اللي هي بتشتكي ان مقاسها كبير شويه بنقول لهم اطمنهم. لو انت كومبريزون القطن اساسي، كومبريزون الامهات بمعنى اصح. بص لو انت اجيال اتربت على الكومبريزون ده ما شاء الله. لو انت مقاسك 6 اكس لارج برده موجود ايه المقاس بتاعك، انت شايف ما شاء الله قد ايه فالبس بتاعه محترم، حته قطن جميله جدا، سعرها برده مناسب. انا بقول لك انت النهارده بتناسب شغل على حسب الزبون اللي هو بيجي لك، فاكيد المقاسات الخاصه لازم تكون ايه موجوده اساسيه. وكمان هنا في القسم اظن عندكم لبس الاحرام يا رأفت كامل هنا الرجالي بتفاصيله في عنه القطنيات برضك. عملنا فيديو بس الاحرام كامل بمقاسات كتير. لبس الاحرام اسالوا عليه لان انت خلاص داخلين على الحج، الناس اللي بتدور على لبس الاحرام كامل او عندها عمره اساسي معانا. عندك كمان احنا اتكلمنا عن الحريمي، نتكلم عن الرجالي. هنخش بقى احنا كده هناخد البراندات كلها، براند قطنيات شغل رجالي. لا الرجالي هنعمله فيديو لوحده بقى، استنوا هيبقى في فيديو كامل لان في الدور هنا رجالي وتيشيرتات. لا فيديو كامل هنعملها لكم بسعر ما حصلش في عالم التيشيرتات وبناطيل الرجال. ماشي ندخل بقى على كمل بقى على البراندات القطن المصري. كمان اكلمك عن اشهر براند نضيف لوكس خامه تلبيس مصنع سان اندمون. بصوا سان اندمون من البراندات اللي لازم توفروها في محلاتكم. هنوريكم براند سان اندمون من الاساسيات لازم تكون موجوده، انضف واجمل. بص مهما اشعر فيه اقسم بالله المصنع ده عالمي، خامه جميله، تقفيل جميل، استيلات حلوه، تنوع في الموديلات. وبرده هتلاقوا فيه البضاعات يا جماعه كامله، وهتلاقوا فيه الجينات. بص تركيت البنطلون النهارده هو مش عامل لك بنطلون ساده، عامل لك حته شوبيره كده جميله. خامه يا جماعه بتتكلم عن نفسها، خامه هنا فرض على اي حد اشتغل فيه ما اشتغلش فيه هيشتري من ده، من سان اندمون، هيشتري من سان اندمون. ما شاء الله عليه بصراحه مجتهد، فهو يستاهل الضجه اللي بتحصل عليه. عامل شغل كويس بصراحه، خامه كويسه ولذيذ، قدم موديلات كتير جدا منوعه. وده كله طبعا في فرعنا في المحله الكبرى، وكمان فرعنا في المنصوره شارع بورسعيد سوق الخواجات. وعلى فكره متاح شحن اونلاين باي كميه انتوا عايزينها، اي حاجه عرضناها لكم في الفيديو ده. عندك كمان تشكيل شرابات عالمي، انت في مملكه الشرابات حرفيا. بصوا بقى هنا الشرابات ليها كاتيجوري مختلف او لها ستايلات مختلفه. الشراب بانواعه، كميات في عالم الشرابات، ورجالي وحريمي واطفال. الشراب هنا غير عندنا في الكميات. لا ده غير كمان الشراب السيليكون كمان موجود. يعني انتوا ايه يعني ايه هتاخدوا الشراب وتعملوا جلسه كده لذيذه وتلبسوا شراب السيليكون كمان، جلسه استشراف. بصوا تعال نكمل بقيه البراندات غير الشرابات. تعالوا نشوف بقى هنا. طبعا نخش على عن مصنع سان اندمون اللي اتكلمنا عنه، دي التكمله بتاعته سواء البرموده او البنطلون او الشورت. يبقى انصح بيه اي حد المره الالف. ده الشورت وشفنا البنطلون. سان اندمون تكمله برضو المصنع فيولا اللي ابتدينا بيه الفيديو. عندك مصنع فيولا بيقدم لك طقم بنتي عباره عن حريمي، عباره عن 3 كده مع بعض في باكج، يجي لك كده بالشكل المريح والانيق ده. الخامه بتاعته جميله جدا وخفيفه قوي. بيجي لك بقى مقاسات خاصه، خلي بالك يعني 4 اكس 6 اكس لا في مقاسات انت بتتكلم في حاجات ايه اساسيه موجوده. النهارده يا جماعه المقاسات الكبيره موجوده. لو تفتكر في ناس كانت بتشتغل بس على المقاسات الكبيره وكده، ان هي كده هي اساس المقاسات الامهات ومقاسات البيج سايز دايما بتدوروا عليها بشكل كبير بالظبط. وخصوصا ان احنا دلوقتي في مرحله انتقال المواسم ما بين الشتاء للصيف، فاساسي لازم
متوفر في محلك كل الدخل القطن المصري. ماشي بالظبط. نيجي بقى برضك من الاساسيات اللي هتلاقوها في رأفت صيام مصنع دايس. مصنع دايس النهارده من الاساسيات اللي هتكون موجوده في اشهر مصنع داخلي على مستوى مصر كلها طبعا هو وقطنيه. مصنع دايس مقدم تسعير كويس، مقدم منتج محترم جدا يناسب كل الشباب، عامل اشكال ولوجوهات كده بتخاطب عقل الشباب النهارده. لو انت ما مشيتش على النهج ده مش هتعرف تشتغل. ده بوكسر ولا طقم كامل؟ عندك ده بوكسر فرداني وفي طقم كامل. بوكسر كده بيجي لك ايه 3 في بعض. 3 في بعض. لا عفوا ده الطقم بتاعه. ده الطقم الكامل اطفالي او اولادي. طقم كامل اولادي من دايس. فانيلا عريضه كده، حمالة عريضه طبعا. بيجي لك المقاس من فوق عشان خاطر يبقى انت عارف مقاسك. لو انت هتبيع يبقى الموضوع سهل عليك بالنسبه لك. وده نفس اللوجو اللي موجود على الفانيلا. بيجي لك 3 في باكج كده موجود مع بعضه. اختار اي 3 الوان يعجبوك، كده مشكله الوان. طبعا نفس الكلام مع مصنع كساب. بص كساب اشوف منه مقاسات يعني برضو ايه اطفال زي ما انتم شفتوا. كساب زي ما قلنا لكم من البراندات الاساسيه. ماشي طب تعالوا نخش على شغل البنت. بصوا يا جماعه هتلاقي نفس العينه اللي انا بعرضها في المصنع الفلاني اعملها ال 15 مصنع التاني في القطنيات بالذات. في القطنيات بالذات. يعني احنا عرضنا من فيولا عرضنا الطقم الثلاث قطع بس. طبعا في مصنع او تي اس هتلاقي عامل قطعه 2 3 4 كل واحد على حسب كل واحد على حسب هو شايف المنتج بتاعه بيمشي ازاي. بصوا باكيتات الاندر دي يعني دي اساسي معاك في استخدام العرايس. دايما بتطلب قطنيات فانت لازم توفرها في محلك. يعني من الاساسيات. واحد محتاج 4 واحد محتاج 5 واحد محتاج 6 انت على حسب بقى. وطبعا هتلاقي اختلاف الاشكال والالوان، المشجر الساده المطبوع. طبعا هنا الشورت مختلف عن ومنها الشورت مختلف عن البنت اللي احنا كنا عارضينه. فانت عندك هنا بوكسر او شورت 4 قطع مع بعض مختلفين من الالوان من مصنع محترم جدا مصنع او تي اس. هتلاقيه موجود بكميات زي ما انت شايف كده وكمان له برده بديل. يعني انت لو عايز بديل عندك مصنع كوتولايت. كوتولايت برده من المصانع بالظبط الاساسيه اللي فوق اهو. بصوا ده كوتولايت كامل اهو. ده برضك من البراند مصنع كوتولايت بس هنا بقى براند كوتولايت من البراندات الاساسيه اللي هتلاقوها موجوده كمان في المحله الكبرى. جاي لك نظام بريف كده هيبقى زي السليب 3 مع بعض. بيجي في باكج محترم كده بلاستيك طبعا نفس جوده ثم جوده ثم جوده. هنا بتشوف تعمل لك تشكيله كده خفيفه زي ما انا قلت لك. بنصح كل واحد ان هو يشتغل في الداخلي لانه هيدخل له مكسب محترم. ماشي يا سيدي تعال بقى على مصنع نواعم. بصوا بقى براند نواعم البراندات الاساسيه لازم تكون موجوده في محلك. يعني شوف احنا بنقول لك دلوقتي الاساسيات عد معانا البراندات. احنا خلاص وقفنا بعرض لك الشغل بس انت لازم تكون عارف ايه المهم. من ضمن اهم المصانع اللي موجوده مصنع نواعم. ده من ضمن اهم مصانع موجوده عندنا في شركه رأفت صيام مصنع نواعم. ليه؟ منتج تسعير تشكيل كبير وعمرك ما تلاقي فيه نواقص ان شاء الله بفضل الله. باديهات برده كوليجينات عمرك ما هتلاقي فيه نواقص ان شاء الله في القطنيات. بيقدم لك المنتجات بتاعته بينافس بيها السوق الاوروبي. يعني هو النهارده الراجل ده ما شاء الله عليه بيصدر بره زي المصانع المشهوره زي القطنيل زي ده زي كلام من ده بسبب جوده منتجاته. نبص على حته كده وتشوف القطن تفاصيله برده ميه كده تحس ان انت ايه مش لابس حاجه. تشرب العرق في ثانيه. طبعا الالوان مختلفه بيقدم لك كل حاجه انت عايزها. عايز بقى كم عايز نص كم عايز مثلا برموده عايز حماله بس في تشكيل كبير تقدر تشتغل بيه. نواعم وكمان عنده البوكسرات بتاعته كمان اهي. تشكيله محترم تشكيله كبير. برضك في النواعم هتلاقوا برضك ايه بس هنا عامل هنا 2 البريف اهو على حسب زي ما اتكلمنا بقى. كل مصنع بيعمل فيه مصنع بيعمل 2 مصنع بيعمل 3 مصنع بيعمل 4 وبترجع للمصنع. انت ما عليك ان انت تاخد اللي يناسبك وبس. ماشي حلو. تعال نكمل معاكم بقيه البراندات. احنا بنكلمكم مره ثانيه من فرعنا رأفت صيام في المحله الكبرى. ده واحد من الفروع المميزه جدا هتلاقوا فيها كل اللي انتم محتاجينه في عالم الاندر الداخلي. هنا طبعا المصري كارينا موجود كده مصنع كارينا مصانع مشهوره. بصوا بقى مصنع كارينا كمان يبقى ده براند كمان من البراندات اللي هتلاقوها عند رأفت صيام. براند كارينا بقى هتلاقوا منه الطبات برده كرافت موجود منه الطب موجود منه الحماله موجود منه البرموده موجود منه الشورت موجود منه كل دي من المصنع كبير. حتى موجود منه الطب بتاع الحماله بصوا برده موجود. السوفتات موجوده كمان. وطبعا تكمله برده الشورت بتاعه كمان تكمله برضو الانترات. هتلاقي برضو ست كده مجموعه مكونه من 6 بنتات كل بنت بلون معين. مصنع مربوحه برضو طبعا كل واحد على حسب سعره زي ما انت عارف. مربوحه دي كلها تفاصيل براند مربوحه اللي هتلاقوها موجوده هنا. عندنا لوكا برضو هنا اهو. لوكا بص يا سيدي مصنع لوكا برضو بيقدم منتجات اطفالي سواء كده قطقم او اولادي او بناتي طبعا على حسب الاحتياجات بتاعتك. طبعا كل حاجه بسعرها يا باشمهندس. بص العالم الداخلي سهل خالص زي ما قلت لك وزنيت عليك اكتر من مره تشتغل في الداخلي انه اسهل
قسم تقدر تشكل بيه شغل. مفيش حاجه اسمها ملهاش بديل، مفيش حاجه اسمها اصل ده غالي ومفيش مش هعرف اجيب غيره. لا، النهارده عندك من المصنع الواحد او اصنافه في بدائل كتيره جدا، في مصانع كتيره جدا يعني ومعروفه. زيتها انت بتبيع شغل متسوق لوحده. الشغل ده اصلا بيبيع ما مش زي البيت مثلا هتشتري النهارده مصنع جديد على حسب ذوقك وتخاف بقى يا يشتغل يا مش هيشتغلش. لا، انت النهارده شغل الدخل ده كله مصر كلها شغاله فيه يعتبر. يعني هو طبعا اساسيات. بصوا البراندات القطن المصري اساسيات. طبعا المكاتب اللي بتجيب شغل لسه طالع، بس اصحابه عاملين فكره حلوه، عاملين مكسب كويس للناس. جميل. ده احنا بنعرضه لك بقى. احنا بنحاول نفرجكم برضو بعض المصانع الجديده اللي نازله في السوق في القطنيات والمميزه. بصوا صنع النمور بنكمل لكم برضو الكوليكشن بتاعه، حته عالميه من صنع النمور، حته عالميه. النهارده احنا مش هنتكلم عن مصنع النهارده لما اكون واثق منه. هنا برضو باقي شغل دايس. تعالوا بقى نكمل لكم ونختم لكم برضو باهم البراندات اللي هتلاقوها. ده دايس بقى الرجالي يا رأفت، صح؟ هنا البوكسر، احنا شفنا هناك الاطفال. عندنا قسم رجالي كبير جدا، موجود منه اللطقم بتاع الدايس، موجود كوتونيل، موجود كمان البيجامات، موجود الترنجات، موجود العبيان. ما اعرفش لسه التفاصيل. ماشي. طب خلينا هنعمل فيديو كامل للرجالي، بس عايزين نكمل براندات القطن المصري اللي باقي معانا بلانك لسه وكوتونيل، نوريه لهم بحيث يبقوا ما شافوا معانا. بلانك كبراند، عندك بلانك من اشهر المصانع اللي بتعمل لك الحته الطب الخفيفه. يعني مثلا الحته دي انت محتاج حاجه تفتح عليها مثلا قميص وتمشي بيه. يعني تقدر تلبسها اللي هي تحت حته سودا مثلا. طب يكون نص كم او حمال على حسب ما انت عايز، ويكون لكره وبرده داخل في قطن عشان يشرب العرق والكلام من ده، ويكون اعرف اخرج بيه. طبعا بلانك بيقدم لك المنتج ده بسهوله جدا. تحب بقى العبيان وصلاه الجمعه والكلام من ده، فاعمل لك بنطلون تحت العبايه. يعني في بلانك هتلاقي قطن داخليه، هتلاقي طبات، هتلاقي كمان بناطيل رجالي وشبابي ما حصلتش بالوانها. شغل مميز. عندك مقاسات ده البنطلون ولا ده بوكسر فرداني؟ ده البوكسر. في بوكسر فرداني كمان، يعني في قطن كامله وفي بوكسرات فرداني موجوده. بص ده القمه كامله اهي، دي الطقم بتاعه. عندك بلانك غنيه عن التعريف. التيشيرتات اللي انا قلت لحضرتك عليها، عندك التيشيرت بقى 7 مقفول كده، يعني على حسب الفي والاو او بتفاصيله اللي انتوا عايزينه هتلاقوه موجود. وطبعا شغل كوتونيل. نختم بقى البراند اللي ما بيختلفش عليه اتنين، براند كوتونيل. القط بيتكلم مصري. شغل كوتونيل اشهر حاجه فيه طبعا البوكسر ديزاين وبوكسر الريلاكس. عندك البوكسر الريلاكس، يعني ده الفول والطعميه اللي احنا بنتكلم بيه، يعني مش تقدر تستغنى عنه في يومك. النهارده يعني لو جبت 100 دسته منه ان شاء الله باذنك يا رب، يعني 70-80% منه خلصان. والباقي كوتونيل من الاساسيات اللي هتلاقوها اساسيات، فتلاقي بيتحط في اي مكان هيتباع، بيتحط في اي شغل هيتباع. بشكل مبسط عرضنا لكم الفيديو ده على مدار 20 دقيقه كاملين. وعلى فكره محتاجين اضعافهم عشان نعرض لكم الموديلات اهم براندات القطن المصري اللي موجوده عند رأفت صيام. بشكرك يا رأفت مره ثانيه. احنا موجودين في المحله الكبرى شارع المعهد الديني، تادي اسم ثالث امام مسجد الكنيسي في اتجاه السريع، وتحت شحن باقي كميه داخل وخارج مصر. شكرا ليك يا عم رأفت. استنى الفيديو الجاي نقول لكم تفاصيل اكتر على كل براندات الرجالي بقى اللي موجوده هنا في رأفت صيام.